خلاف بين رجل وزوجته بسبب أكلة فاصوليا على ما يبدو لم تعجب الزوج، استدعى تحريك قطعات عسكرية في منطقة الدورة جنوبي بغداد للتدخل واصطحاب الزوجة إلى بيت أهلها بعد أن اتصلت بشقيقيها وهما ضابطان في اللواء الرئاسي. خلاف عائلي، شلون تجي تتحرك قوات عسكرية تاخذ المرأة وهو خلاف عائلي؟ يعني على اي اساس الجيش هل وجد مكافحة الارهاب او وجد الخلافات العائليه؟ واذا اخوانها ضباط بلواء رئاسه الجمهوريه يستخدمون صفتهم العسكريه يجون ياخذون المراه ويروحون، فانا ناشد الحكومه وناشد قياده عمليات بغداد ورئاسه الوزراء ورئاسه الجمهوريه ان تتدخل بهالموضوع. هذا اللي عندي انا اقدر اقوله، وارد احمي نفسي من عندهم. لان اللي يجي بقوه عسكريه ياخذ اخته احتمال يطلع بالشارع يتعرض بانه تهمه ارهاب او مشتبه به. السلفادرات العسكريه هذا دليل بانهم هم جوي اخذوها وراحوا تحت قوه عسكريه. ارجع اعيده مره ثانيه. أهالي الحي تفاجؤوا بالمركبات العسكرية وبتقدم الجنود، حيث تمت عملية نقل الزوجة الزعلانة إلى منزل أهلها من دون خسائر بعد استسلام الزوج. أنا شفت النقيب وشفت السلفادور هنا واقفة. انت مو قلت لي اخوها النقيب؟ يا اخوها النقيب انا اقول اخوانها استخدموا صفتهم واخوها لا قام يصيح انت ويا صير الجدل. انا اذا صيح فهي شغلات عائليه. انا هسه يصير احد يتدخل بعائلتي؟ التحرك العسكري الذي اشترك به 20 جنديا بكامل تجهيزاتهم نفت قيادة عمليات بغداد علمها به، فيما أكدت مصادر مقربة من أهل الزوجة إن أهداف العملية تكللت بالنجاح بعد أن وصلت الزوجة إلى منزل أهلها من دون مشاكل. الزوج تقدم بشكوى إلى الشرطة وتساءل في لائحة الشكوى كيف لقوات مسلحة التدخل في خلافات زوجية. للشرقية نيوز، ميناس السهيل، بغداد.